السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يكون نفسنا في حاجة حلوة هنعمل كيك أو هنعمل بسكوت، لكن لما نكون عاوزين نحلي قلبنا ونسعد حياتنا يبقى هو السينابون. تعالي النهاردة هنعمله بأسهل طريقة وأبسط المكونات، وهنخليه كمان مغذي وكله كالسيوم. إزاي؟ تابعي معايا الفيديو للآخر واعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله، وتشوفي معايا السينابون النهاردة. ونقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هيكون عندنا العجينة، كوباية لبن دافي، ونقول دافي لأن فيه عندنا خميرة، 4 مكعبات زبدة، وتكون طبعا بحرارة الغرفة. يعني قبل ما أبدأ أعمل أي حاجة لازم أكون مطلعة الزبدة ومطلعة البيض من التلاجة قبلها بشوية. بعد دلوقتي بقى هنكسر بيضتين على المكونات دي، وهنحط عليهم 4 معالق خميرة، اللي هو بما يعادل لو هتجيبيها أكياس هم 4 أكياس خميرة كاملين، لأن ده كيلو دقيق. بعدها عشان الخميرة تتفاعل كويس هنحط 2 معلقة كبار سكر، وعليها نص معلقة ملح صغيرة عشان نعادل الخميرة والسكر مع بعض. هنقلبهم كده شوية. طيب عايزين نزود القيمة الغذائية شوية، ممكن نحط بقى 2 معلقة لبن بودر. مش عايزة تحطيهم، دول اختياري براحتك، بس اللبن البودر بيدي لون حلو للمخبوزات، بيخليها تطلع ذهبي وحلوة. دلوقتي بقى عندنا كيلو دقيق ولازم يكون منخول، تنخلي مرة أو 2 بيبقى أفضل. هنعجن بقى العجينة كده بالراحة بإيديكي بعجان، شوية بشوية نلمها مع بعضها. هنلاقي العجينة لسه مفرولة، نزود عليها مية دافية، يعني بنعجن بمية دافية كل ما تحتاج، وفي نفس الكوباية اللي احنا بنعاير بيها نحط شوية بشوية لحد ما العجينة معايا تتلم وتبقى كلها طرية بس مش بتلزق. أهم حاجة إن العجينة أعجن بإيد، والإيد التانية بختبر بيها العجينة، أحطها عليها كده ألاقيها بتلزق بسيط قوي، يعني مش بتمسك في إيدي كده، تبقى العجينة تمام. وبما إن عندنا خميرة يبقى لازم نسيبها تخمر. هنغطيها بقى ونسيبها 10 دقايق لو احنا في الصيف، نص ساعة لو احنا في الشتاء ويكون في مكان دافي. ده كده شكل العجينة تمام خمرانة. بنخرج الهواء اللي فيها ونبدأ بقى شغلنا. نرش دقيق على المكان اللي هنفرد عليه، على الرخامة او على الحاجة. لو شايفة ان العجينة كبيرة تقدري تقسميها جزئين او 3 وتفردي جزء لوحده. لو هتقدري تفرديها كلها على بعضها تمام، مفيش مشكلة. هنفردها بس نحاول ان احنا على قدر الامكان تكون على شكل مستطيل، ما كانش هنفردها كويس ونخلي سمكها حوالي 7 ملي او سنتي بالكتير، عشان ما تبقاش رفيعة وتبقى ناشفة. هنخليها على شكل مستطيل. وبعدين هنجيب الزبدة تاني، ما احنا طول ما احنا شغالين بالزبدة. هندهن زبدة كده على العجينة كلها، نفردها عليها، وهنخلي بس مجرد 2 سنتي في آخر العجينة، لأن ده الناحية اللي هنقفل منها الرول اللي احنا هنلفه. دلوقتي بقى الحشو عبارة عن زبدة، 4 معالق قرفة، 4 معالق سكر. السكر ممكن يكون سكر باودر او سكر عادي خشن من اللي احنا بنستعمله. القرفة بقى لازم تخلي بالك برضو انك تجيبي نوع قرفة كويس، تكون ريحتها كويسة ومن عند عطار مضمون. هنغرق بقى العجينة كده فوق الزبدة، ومنبقاش بخلة في الحشو ده، لان هو ده اساس السينابون، هو ده اللي بيديله الطعم. هنحط كمية حلوة محترمة كده على العجين، وبرضو هنبعد عن 2 سنتي اللي احنا سايبينهم في طرف العجين اللي على الشمال ده، برضو عشان الحشو ما يخرجش مني ويتحرق في جوه الصينية. هنبدأ بقى نلفها كده بالراحة من الناحية اللي هي التانية، من الناحية اليمين نلف بالراحة. هنلاقي ان العجين بيلزق شوية، او الرول نلفه على شكل الرول، وهو بيلزق شوية مفيش مشكلة. ممكن أسلكه بالسكينة، يعني أدخل السكينة من تحت كده زي ما انت شايفة كده، ونبدأ نعمله. عايزين بقى نقطعه قطع متساوية، يا إما بحط صوابعي كده وبقطع بحيث انها تبقى كلها قد بعضها، او ان انا بقطع اول قطعة وبمشي بيها جنب القطعة التانية واقعد اخليها كلها قد بعضها. واخلص الجزء ده من العجين، اكون دهنه صينيه بزبده او بسمنه، وابدا ارص فيها السينابون.
وانا برص السينابون اخلي بالي ان السينابون يكون الحته اللي مفتوحه دي النهايه، ممكن اروح جايباها رفه الطرف بتاعها لتحت، بحيث ان الحشوه ما تقعش تحت في الصينيه فتتحرق او تنشف. وخلي بالي برضو ان لازم يبقى فيه مسافات بين القطع وبعضها، لان لسه هيخمر تاني. ما سيبش مسافات كبيره قوي، وفي نفس الوقت ما خليهوش لازق في بعضه زي ما احنا شايفين بالظبط. اجيب بقى القطعة التانية برضو بعملها، واللي احنا كنت بقولك عليه لو كانت لازقة مثلا في الرخامة، بسلك كده بالسكينة بالراحة، ما بشدش العجينة خالص لان العجينة بتبقى طرية قوي وهشة معايا قوي. بسلك بس بالسكينة، وكده يبقى السينابون تمام. بسيبه يخمر بقى 10 دقايق بالظبط على ما اسخن الفرن، وبعدين بدخله الفرن. بياخد بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة. نبدأ بقى نعمل الصوص اللي على الوش، عبارة عن جبنة قريش. احنا قايلين هنخليه كله كالسيوم وكله فوائد. هنعمل جبنة قريش، بس لازم تكون نقعاها من بالليل في مية عشان تنزل كل الملح اللي فيها، او اي جبنة كريمي عندك بس لازم تكون دلعة. هنحط عليها الزبدة، سكر برضو عادي خشن، سكر بودر مش بتفرق في الطعم. وهنحط عليها 3 مثلثات جبنة، اي نوع جبنة مثلثات، ونخفها بلبن. نقعد نخف كده بلبن لحد ما يبقى القوام بتاعها خفيف خالص وكريمي. كده السينابون خرج. واحنا متفقين ان اي معجنات بنعملها بعد ما بتخرج من الفرن لازم نغطيها بفوطة مجرد 5 دقايق عشان ما تفضل طرية ومحتفظة بالطراوة بتاعتها. دلوقتي بقى السينابون جاهز، هو دافي. ما بنحطش الصوص اول ما بيخرج، بنسيبه يهدى شوية وبعدين نحط عليه الصوص اللي فوق. كده بقى عملنا احلى سينابون واحلى صوص، ما كلفناش حاجة، وفي نفس الوقت بقى مغذي وجميل. عاوزة تقدميه كده تمام، عايزة تكملي بقى شوية دلع كده وشوية حركات، شوية صوص كراميل او شوية صوص شوكولاتة على الوش من فوق، خطوط كده رايح جاي، بيبقى كده تحفة قوي. هتشوفي بقى دلوقتي هو قد ايه الطبقات بتاعته مورقة وجميلة، والقرفة باينة فيها، وكفاية بقى ريحته في البيت مخليه البيت خطير. طعمه حلو قوي وما خدش وقت، وفي نفس الوقت ما خدش تكاليف مننا كتير. وكفاية ان احنا عاملينه بايدينا وضامنين نظافته كمان. كيلو دي عمل معايا صينيتين سينابون، يعني حوالي 50 قطعة سينابون. لو هنشتريهم من بره شوفي هتكلفنا قد ايه. وكمان استعملنا نوع الجبنة اللي احنا عاوزينها واللي موجودة عندنا، ما احتاجناش نشتري مخصوص. لو عجبك بقى السينابون ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. والف هنا على قلبكم.